قرر شاب أن يتزوج. بدأ يجهز بيته قطعة قطعة، يختار الأثاث بعناية ويخطط لحفل بسيط يجمع الأحباب. لكن حين جلس مع والده ليحدد قائمة المدعوين، قال له بصرامة: ادع من شئت إلا أخي ومن يتبعه. كان ذلك الأخ هو عم الشاب، وبينهما قطيعة قديمة، لكن المشكلة لم تكن في العم بل في ابن العم، الذي كان أقرب أصدقاء الشاب، رفيق الطفولة وشريك الضحك والسر. حين أرسل الدعوات استثناه، ويوم اتقاه صدفة سأله بابتسامة فيها عتب: هل نسيتني؟ أجابه الشاب بصوت خافت: أبي رفض، وأنا لا أملك أن أخالفه. لم يغضب ابن العم، بل ابتسم بحزن وقال: لا بأس، إن فرقتنا الدنيا فأسأل الله أن يجمعنا في الآخرة، حيث لا قطيعة ولا شروط. بعد مرور أيام ذهب الشاب ليكمل شراء أثاث البيت. اختار الأرائك، الطاولة، الستائر، كل شيء بدقة. وحين أراد الدفع قال له صاحب المحل: لا حاجة، لقد دفع كل شيء مسبقا. تفاجأ وسأل: من دفع؟ أجابه الرجل. شاب قال إنه لا يريد أن يذكر اسمه، وبطريقة ما عرف أن من دفع هو ابن عمه. تجمد في مكانه وشعر بشيء ينكسر في داخله، وتذكر حديث رسول الله حين قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.